ملعب العبدي بالجديدة سيكون على موعد مع مباراة قوية ومصيرية لفريق الدفاع الحسن الجديدي الذي سيواجه خصمه الجمعية الرياضية لكيغالي الرواندي، وذلك برسم لقاء الإياب للدور الثاني من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الفريق الجديدي الذي سيكون مدعما بأنصاره سيحاول تجاوز الهدف الوحيد الذي انهزم به في مباراة الذهاب، والبحث عن مواصلة رحلة تمثيل كرة القدم الوطنية في الواجهة الإفريقية بعد إقصاء كل من الجيش الملكي الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي. المدرب عبد الحق بن شيخة وجميع اللاعبين متفائلون بنتيجة المباراة رغم غياب عميد الفريق عادل صعصع والمدافع ساليف كيتا بسبب الإصابة. بالمقابل تسجل عودة المهدي قرناص للمنافسة بعد تعافيه من الإصابة. فريق الدفاع الحسن الجديدي الذي تجاوز في الدور الأول نادي جامتيل الغامبي ب2-0 في لقاء الذهاب و4 أهداف دون مقابل في مباراة الإياب، قادر على تحقيق فوز مقنع بملعب العبدي بالجديدة أمام خصمه الرواندي ومواصلة رحلة التنافس على لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتبقى الإشارة إلى أن هذه المباراة ستنطلق ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال، وسيقودها طاقم تحكيمي من بوركينا فاسو بقيادة الحكم الدولي جيست أفريم.